مساء الرعب والخوف. لو بتحب القصص اللي تخليك تبص وراك كل شوية وتقفل النور وانت قلبك بيرفرف، يبقى انت في المكان الصح. انا جاي النهاردة احكي لكم عن حكاية جديدة من همسات الظلام، حكاية عن كتاب مش عادي، كتاب ملعون. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل الحكايات المرعبة أول بأول. يلا بينا نغوص مع بعض في ظلمة القصة، بس خليك فاكر الرجوع مش دايما ممكن. اسمي كريم، عندي 32 سنة واشتغل أمين مكتبة في إحدى الجامعات القديمة في القاهرة. المكان اللي بشتغل فيه مش زي أي مكتبة، دي مبنى قديم قوي، جدرانه متشققة والرفوف بتزينها كتب من قرون فاتت. كنت بحب شغلي لحد ما حصل اللي غير حياتي للأبد. وفي يوم وأنا بعمل جرد للمخزن القديم بتاع المكتبة، لقيت صندوق خشب مقفول بمفتاح صدى. هو الصندوق ده كان مستخبي تحت سلم حديدي ومغطى بطبقة تراب كان محدش لمسه من قرون. فتحت الصندوق ولقيت جواه كتاب جلد اسود بدون عنوان، ريحته غريبة زي ما يكون ريح حاجة ماتت من سنين. بس أول ما لمست الكتاب حسيت برعشة غريبة في إيدي وقلبي اتقبض كأني لمست حاجة مش من الدنيا دي. رجعت الكتاب معايا للمكتبة وقلت أشوف جواه إيه. أول ما فتحت لقيت ورقة غامضة كانت متحركة من الأطراف. الكتاب كان بلون أحمر غامق مش حبر شبه الدم، والمحتوى عبارة عن طلاسم ورموز وحاجات مش مفهومة. بس كل ما كنت أبص فيه أكتر كنت بحس إني بتشد جواه. ومن ساعتها حياتي اتشقلبت وبدأت أسمع أصوات في المكتبة وأنا لوحدي. رأيت المكتبة بيتقلب لوحده، الأرفف بتتهز والأنوار تطفي وتولع بدون سبب. بس الأسوأ كان بيجيلي كوابيس، نفس الحلم يتكرر كل ليلة. أنا واقف في مقبرة مظلمة والكتاب في إيدي وصبي مثلي اقرأ الصفحة التانية 20. في يوم فضلت ماسك الكتاب للصبح، كنت حاسس إن في حاجة بتقول لي افتحه. لما وصلت للصفحة التانية 20 لقيت تعويذة مكتوب بلون أغمق وحواليها رموز دائرية. من غير ما أحس بدأت أقرأ بصوت عالي، واللي حصل بعد كده مستحيل أنساه. الحيطة اللي قدامي اتشقت وخرج منها ظل طويل، ضبابق مش إنسان مش حيوان، حاجة ملهاش ملامح بس بتبصلي. فضلت واقف مكاني مستثمر وأنا حاسس إن روحي بتتسحب من جسمي. من ساعتها وأنا مش طبيعي، بقيت حاسس إن في حد بيراقبني طول الوقت، حتى وأنا في بيتي بقفل كل الشبابيك وكل الأنوار، لكن برضه بحس بيه واقف وراي وبيتنفس في رقبتي. رحت من الشغل في نفس الليلة وكنت شايل الكتاب معايا، مكنتش قادر أسيبه ورايا، كان في قوة جوايا بتشدني ليه. قعدت بيه في أوضتي وبدأت أقرأ أكتر. كل صفحة كنت بفتحها كانت بتكشف لي حاجة غريبة، صور الأشخاص وشوشهم مشوهة، عيون سودا بالكامل ومكتوب تحتهم تواريخ اختفاء. لحد ما وصلت الصفحة كانت فيها صورتي أنا، أيوة صورتي، وتحتها مكتوب اللي فتح الباب هو مش هيعرف يقفله تاني. اليوم اللي بعده ما كنتش ناوي أرجع المكتبة، بس اتصلوا بيا وقالوا لي إن في طالبة اسمها مريم كانت بتدور علي وبتقول إنها لازم تكلمني ضروري. رحت وأنا قلبي متلف وقابلت مريم، بصت بخوف وقالت لي أنت فتحت الكتاب. أنا اتجمدت قلت هي ازاي عرفت؟ قالت لي إن جدها كان من الحراس اللي بيعمل المخزن، وإن الكتاب ده مش كتاب عادي، ده كتاب من نص الليل، بيتقال إنه مكتوب بجزء من دم شيطان قديم، وكل اللي يقرأ منه بيرتبط بروح لحد ما ينفذ آخره، وساعتها هو نفسه بيبقى بوابة لعالم تاني. مريم قالت لي لو وصلت للصفحة الأخيرة هتفتح البوابة وهيجي هو اللي اسمه ما يتقالش. رجعت البيت وقلبي متقطع بين فضولي وخوفي، قررت أدفن الكتاب. رحت للمقابر القديمة جنب بيتنا، حفرت حفرة كبيرة ورميته وردمت عليه التراب وقلت خلاص كده خلصنا. بس أنا ماشي سمعت صوت كان جاي من تحت الأرض، صوت بيضحك. ومن بعدها حاجات حصلت لي، حاجات أغرب تحصل. مريم اختفت، مفيش حد في الجامعة سمع عنها أو يعرف إنها كانت موجودة. حتى الأوراق اللي وقعت فيها لما زارتني اختفت، وأكتر من كده الكتاب رجع لبيتي. لقيته على السرير مفتوح على نفس الصف. اللي يدفني بيرجعني واللي يقرأني لازم يكمل. ما كنتش عايز أكمل، بس الكتاب كان بيتنقل بين أوضتي وأوضة البيت لوحدي. كده قفلت باب الأوضة ألاقيه في الصالة، أرميه من الشباك ألاقيه تاني يوم على المكتب. في يوم صحيت لقيت كل صفحات الكتاب بيضة، على صفحة واحدة عليها جملة واحدة مكتوب بخط كبير: أما تكمل أو هم هياخدوه. فجأة الحيطان حواليا بدأت تتشق والأرض بتتهز وكل الأنوار
تطفي وبدأت أسمع همسات كتيرة جاية من كل اتجاه. كمل كمل كمل. في اللحظة ديت استسلمت، فتحت الكتاب وكملت قراءة من الصفحة اللي بعدها واحدة ورا التانية، وكنت حاسس إن كل ما بقرأ حاجة جواي بتموت. حد ضحك ضحكة جامدة أوي، وبصيت حواليا لقيت صور لناس كلها مشوهة وعيونهم سوداء ونصهم بيتحرك في الصور، وأنا كنت من ضمنهم. كنت بقيت جزء من الكتاب. دلوقتي الكتاب في إيدي وأنا بقيت حامل اللعنة، وبقول لك لو سمعت صوت في الليل بيناديك أو حلمت بكتاب أسود أرجوك ما تفتحوش. ديت كانت حكايتنا النهاردة من همسات الظلال. لو قلبك لسه مستحمل وبتحب النوع ده من الرعب، متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل الحكايات أول ما تنزل. واكتب لي في التعليقات تحب أتكلم عن إيه في الحلقة الجاية. وخد بالك مش كل كتاب يستاهل تقرأه، ومش كل باب لازم يتفتح. أشوفك في الكابوس الجاي. سلام.